السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جاي لكم فيديو جديد وروتين جديد وتجهيزات بقى لسحور، اول سحور رمضان، وشويه مشتريات كده هنعملهم مع بعض. بس في الاول كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ولو اول مره تشوف القناه يا ريت تشتركي لي فيها وتحطي لي لايك للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني ان انا اكمل. الفيديو بتاعنا النهارده جبت بقى، كان فيه شويه مشتريات كده، مشتريات للسحور ومشتريات للمنظفات، هنعرضها بقى مع بعض وندخل بقى نعمل الزبادي ونعمل الكماج ان شاء الله. بسم الله. انا معايا بقى كده ايه، او يعني كان فيش ناقصني شويه حاجات بسيطه كده. ده ملح الملح اللي هو بتاع نور ده، حلو جدا يعني بحبه، يعني اللي بستعمله اللي هو الملح الناعم ده. الكيس الملح ده ب2 جنيه ونص، جاب لي 10 اكياس ب25 جنيه. وجبنا كيس، وجبت كيس اللهم صل على النبي، ده بن، ده بن السادة اللي هو ايه يعني 100 جرام كده ب50 جنيه. وبرطمان بقى مربى، عشان خاطر طبعا هما بيحبوا يحطوا دايما المربى على الزبادي كده، ب40 جنيه. وجبنا رومي ربع كده، ربع كيلو ب50 جنيه. واللهم صل على النبي. والرز البسمتي ده كان عليه عرض ب40 جنيه. اللهم صل، كيلو يعني. وبتاع ده، وحلاوة طحينية بربع كيلو برضو ب25 جنيه. اللهم صل على النبي. جينا بقى للمنظفات. انا معانا بقى الباهي ده كيلو ده كيلو ب40 جنيه. وده اوكسي اللي هو المنعم، اللي هو بيبقى ايه، بيبقى معطر زي الدوني وزي الفلافيتا وزي الحاجات دي، بس الاوكسي حلو جدا جدا بصراحة. وكلور، واللهم صل على النبي، كلور اللي هو الكلورايد ده، ده يعني كيلو ب30 جنيه، اللي هو اللتر قصدي ب30 جنيه. والاكس اللي هو المنعم ده ب55 جنيه. هو كاتب لي الاسعار كده في ورقه زي ما انتوا عارفين. والبريكس اللي هو اللي بتاع الارضيات ده ب35 جنيه لتر برضو. والكياس الاوكسي بقى، اللي هي الكياس البريكس اللي هي البودره ديت، هخلطها مع الباقي. انا اول مره بصراحه اجربها، انا عرفتها برضو من اليوتيوب، يعني كذا حد جابه، فانا قلت هجربه كده ان انا اخلطه مع الباقي. وايه، وبيقولوا بينضف يعني وبيزود. واللي هو الاكياس الاوكسي اللي هي ب10، اللي هي ب10، اللي هي بخمسة، جبت 10 ب25 جنيه، سعرها ب2 جنيه ونص. اكياس الاوكسي اللي هي الجل. هاجي بقى دلوقتي بقى، كنت عايزه اعمل الزبادي انا بصراحه، يعني ده كان يوم الخميس بالليل. عرضت معاكم المشتريات وعملت الزبادي دي يوم الخميس بالليل. وهكمل معاكم اليوم بقى اللي هو يوم الجمعه، اللي هو كان اول السحور، هعمل معاكم الكماج بطريقه سهله وبسيطه. نتكلم بقى عن الزبادي. انا بقى الزبادي دي، علبه الزبادي ديت هي اصلا ب6 جنيه، بس كان معمول عليها عرض ب5 جنيه، يعني جاب لي 2. فانا خدت بقى علبه منهم كده. تخيلوا بقى ان احنا مثلا كل يوم هنتقضى منين بقى، ان احنا نجيب مثلا 4 كوبايات من دول؟ لا، انت كيلو لبن هتعملي 8 كوبايات. ولو عايزه تعملي بره مكنه الزبادي بتاعت زهران دي، انا عشان عندي وبتريحني بصراحه بعمل فيها. واوقات برضو بيعوزوا ان هم يعملوا في الفخار، فبعملها بطريقه ان شاء الله نعملها مع بعض الفيديوهات الجايه. فهو انا بحط بقى، بتعملي 8 كوبايات من الكوبايات دي، واللهم صل على النبي. وممكن كمان يفيض زي كوبايه صغيره كده، بحطها في حمام ميه وبسيبها وبتستوى وبتبقى زي الفل. يعني ساعات الكيلو بيرمي معايا اكتر من ال8 كوبايات كمان. ولو هنعمله في كوبايات اصغر او في فخار او كده، لا بيرمي كميه حلوه جدا اللي هو كيلو اللبن. انا جبت بقى الزبدايه، حطيت عليها ربع كوبايه، نص كوبايه كده من اللبن، وحطيت معلقه كريم شانتيه ومعلقه لبن بودره، دول اضافه. بس عايزه اقول لكم بتغير من طعم الزبادي 180 درجه، والله افضل واحسن من الزبادي كمان اللي بتيجي من الشركات. او حتى لو عايزه تعملها بالزبادي البلدي، هي معلقه كده من الكريم شانتيه. كان عندي كيس الكريم شانتيه الجاهز ده، كنت انا جايباه في المشتريات اللي قبل ديت. وايه، وكيس ومعلقه كده من اللبن البودره، معلقه من دي ومعلقه من دي. دي كلها اطعمه حلوه جدا، بتضيف يعني للزبادي طعم تاني وطعم مختلف خالص. جربوها يا حبايبي وان شاء الله تعجبكم. بدات بقى قلبت، ضربتها بقى بالهاند بلندر. والهاند بلندر ده بصوا، نعمه 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 والله، في البيت مريحني جدا جدا جدا، وموفر عليا شغل الخلاط. يعني ساعات بستعمل الخلاط في حاجات معينه، بس في الحاجات الخفيفه اللي زي ديت الهاند بلندر لا، يعني منجز وحلو جدا جدا جدا. حوشوا يا حبايبي كل جهاز في البيت، والله نعمه. حوشوا وربنا يوسع عليكم يا رب، وتجيبوا اللي في نفسكم فيه. بعد بقى ما ضربت بقى الزبادي باللبن بالسكر، معلقه السكر بمعلقه اللبن البودره، معلقه الكريم شانتيه بالهاند بلندر حلو، حطيتهم على بقيه اللبن وحيرته كده كذا مره. وفي خطوه مهمه جدا جدا جدا، انتوا تصفوا اللبن. الحاجات اللي طالعه في المصفى ديت بتخلي الزبادي بتاعكم مخرز مكتل كده في كتل صغيره، لا، احنا
احنا عايزين بقى زبادي ناعم خالص كده وكريمي، غير الطعم بقى يعني ما اقولكوش والله العظيم احلى 1000 مرة من الزبادي اللي احنا ممكن نجيبها من بره. والخطوه بتاعه تصفيه الزبادي ديت مهمه جدا جدا. انا معلش لو بتكلم بسرعه، بس ببقى عايزه اتكلم معاكم في كل حاجه يعني. بس كده بدأت بقى ان انا كده حطيت بقى الزبادي وقفلت عليها. بصي يا حبايبي، في البرد ده بتغيب شوية، يعني ممكن مثلا تقعد لها من 4 ساعات ل4 ساعات وشوية، على حسب الجو برد وعلى حسب الجو عندك شقتك عاملة ازاي. انما لو مطبخك عندك دافي والجو دافي شوية وكلام من ده، تاخد لها من ساعتين لساعتين ونص في المكنة بتاعت زهران. يعني مكنة زهران دي حلوة جدا، وعندي بقالها سنين يعني. بصوا من قبل حتى ما افتح القناة بكتير. انا اول ما جبتها كانت ب70 جنيه. والله جبتها انا بادئه كده ان انا اجهز بنتي يعني. سألت عليها لقيتها ب 600 جنيه دلوقتي، يعني مكنة زهران دي ب 600 جنيه دلوقتي. بس كده. دي بقى تاني يوم الجمعة الزبادي بتاعنا طلع اهوت. شوفوا عايزة اقول لكم والله العظيم، ولا نقطة مية ولا صارت اي حاجة ولا كلام من ده، وثابتة. والزبدية بصوا حيرتها معاكم كذا مرة، حتى بعد ما يعني هاكل منها دلوقتي معلقة كده هقلبها مفيش نقطة مية في الزبادي. حلو جدا جدا جدا، وان شاء الله تعملوها بالطريقة ديت ويعجبكم. ومرة تانية بإذن الله اعمل معاكم الزبادي في الفخار في الفرن عادي، عشان اللي ما عندوش مكنة. بس عايزة برضو اقول لكم ان المكنة ديت بجد تحفة، يعني بزهران بالذات. لان انا في ناس جابوا اللي هي صناي والحاجات دي بيبقى لها انت عايزه يعني صناي عيبها انك انت عايزه تظبطي لها بس درجه الحراره بتاعتها. ففي حاجه كده بتظبطيها، ممكن تظبطيها تبقى عاليه قوي تقوم محدقه لك الزبادي. في مثلا يعني اعرف عند حد يعني البتاعه دي اتكسرت فخلاص كده الزبادي دي باظت. انما زهران بتبقى ظابطه نفسها بدرجه حرارتها، لا بتظبطيها ولا بتيجي جنبها. انت بس بتحطي الفيشه في الكهرباء وخلاص، يعني مفيش اي حاجه غير كده. بس ده احنا كده كنا يوم الجمعه بقى. انا كنت بقى كانت استوت بالليل وحطيتها بقى في التلاجة. كان في 3 كوبايات دولت الغطيان بتاعتهم كانت اتكسرت كده وواحد ضاع. فعادي مفيش مشكله، بقفلهم برضو بكيس، لان انا ما بحبش احط اي حاجه في التلاجة الا لما تكون متغطيه. اي حاجه بالاكياس بتاعتنا اللي انتوا شفتوها معايا قبل كده دي بحب احطها. نعمل بقى شويه كوماك كده للسحور ده بقى، يا زي ما بقول لكم كده، اليوم الجمعه اللي هو كان اول سحور في رمضان. جبت بقى اللهم صل على النبي، جبت شويه ميه دافين وحطيت عليهم معلقه ونص كده من السكر. السكر ده عشان تفاعل الخميره، وبيدي لون حلو كده للكماجه بتاعتك. واحط بقى ربع معلقه كده من البيكنج باودر. واحط برده في الدقيق. دي كلها محسنات بتحسن لك العيش بتاعك وبيبقى حلو قوي. الكماج ده يا حبايبي ممكن تعمليه بلبن رايب، ممكن تعمليه بلبن حليب، ممكن يتعجن بقشطه. ممكن النهارده بقى يعني العجنه بتاعت النهارده اقتصاديه فوق ما تتخيلي. ممكن تحط لها زبادي، كوبايه زبادي من اللي احنا عاملينها دي. انا عملته النهارده بقى عملته بالميه بس، حطيت معلقتين لبن بودره بس، مفيش اكتر من كده. وهتشوفوا معايا والله العظيم طالع زي الفل. عايزه اقول لكم ان الكماج ده بيتباع عندنا ال 12 واحده من الحجم اللي انتوا هتشوفوه معايا، 12 واحده ب20 جنيه. يعني احنا عندنا هنا في ناس كده فاتحين عاملين افران، ربنا يرزقهم يا رب ويوسع رزقهم. بقى عاملين الكيسه فيها 12 واحده ب20 جنيه. فهو كيلو دقيق انا طلع معايا، انا الكيلو الدقيق ده كان كيلو الا ربع تقريبا، يعني في حدود كده 7 كوبايات 6 كوبايات وشويه. عملتهم برضو بالكوبايه كده، لان انا عندي دقيق سايب وما عنديش ميزان، مش قادره اقول لكم يعني وزنت قد ايه. بس انا عملت حوالي عن 7 كوبايات. مش عارفه بقى ال7 كوبايات دولت يعني كام على الميزان. تقريبا كده نقول مثلا كيلو الا ربع. عملوا لي 20 واحدة او 21 واحدة، بيكفوني يومين. يعني ممكن اعمل الكماك ده كل يومين في رمضان، اعمل كيلو كده يكفيني اليومين. وبهقول لكم برضو في اخر الفيديو لو كملتوا معايا ان شاء الله يعني بحفظه برضو ازاي. الخميره بتاعتي اختمرت اهيت، عملت لها الاختبار اتاكدت بقى ان الخميره بتاعتي حلوه وزي الفل. جبت بقى معلقه اللبن البودره ومعلقه حلوه كده من الملح، واللهم صل على النبي. وحطيت بقى المعلقه كمعلقه كمان من البيكنج باودر على الدقيق. ده كله محسن كده عشان خاطر لو قعد معاكي يوم ولا 2. وتحطي برضو معلقه خل، بس للاسف ما جاتش في التصوير. بتقعد معاكي اكتر الكماجه بتاعتك، ما تفرولش ولا يجرى لها حاجه.
بقى الميه بقى دافيه اهيت، هحط بقى شويه بشويه كده وبالراحه كده على العجان. بقيت يعني اضرب شويه واريحه شويه برده وارجع للعجينه تاني. اتعامل كده مع الجهاز بهدوء. الجهاز في البيت يا جماعه نعمه. يعني انا كل حاجه انا جبتها واحده واحده وبالصبر وبالتحويش. بقيت احط والله القرش على القرش والجنيه على الجنيه عشان اعرف اجيب الجهاز واجيب اللي في نفسي فيه. هي ما تجيش الا كده بالحصاله. يعني الاسعار دلوقتي بقت صعبه قوي، والجهاز في البيت نعمه. يعني مثلا انا واحده دراعي بيوجعني، معلش العجان مريحني، قعدت بقى كده ادبر نفسي واحط جمعيه على جنيه على مش عارف ايه، ووفرت كده لغايه الحمد لله ما جبته. بس يتوفرت معاك الفلوس هات الجهاز، ما تتاخريش، ما تستنيش، لان الحاجه عماله بتزيد. يعني يعني العجان ده اللي هو رافال كنت انا جايباه 2800، هو دلوقتي قفل ال 5000 جنيه، ده اللي هو ال 1500 واط. فبجد الاجهزه في البيت اللي بتريح ديت نعمه وفضل، بالتحويش وبالصبر تجيبوا اللي في نفسكم فيه ان شاء الله. بس بدأت بقى اعجن العجينة بتاعتي، اتعجنت وبقيت احط لها بقى شوية المية بشوية المية كده بالراحة لغاية ما اتظبطت. بس كده اهي زي ما انتم شايفين كده العجين بتاعي اتعجن اهو. هسيبها بقى تخمر. اخد ده، انا كنت بادئه بقى اليوم ده من بدري. يعني انا كنت عاجنه العجينة ديت كده قبل الصلاة. يعني كانت قبل الصلاة كده، كنا يوم الجمعة وكانت قبل الصلاة. هقفلها بقى، احط عليها كيس واحطها بقى تحت البطانية. انا بقى ايه دورت العجين بتاعي ده على العجين بقى بتاع عجين خمر خالص اهوت. هبدأ بقى اشكله وادوره بقى على ايه في المكنة. إيه ممكن تعمليه كده على الرخامة عادي بالنشابة مفيش مشكلة، بس انا عندي بقى المكنة دي، والمكنة دي بتاعتي من زمان يعني. إيه بس بتطلع بقى الكماجة حلوة كده وجميلة جدا جدا. إيه هبدأ بقى اشكله كله واغطيه بقى بكيس واسيبه بقى كده جنب مني يرتاح. مفيش 7 8 دقايق. يعني انا يا دوبك خلصت نقعت الحله بتاعت العجان وبدات على طول لفيت بقى الصينيه وبدات اخد من اول واحده انا شكلتها. على ما اخلص كله هيكون كله استريح وبيفرد معايا وبيبقى زي الفل، وهتشوفوا معايا كل حاجه زي ما انتم شايفين. هبدا بقى اشكل العجين بتاعي ده، وزي ما قلت لكم يعني الكيلو الا ربع ده عمل لي حوالي عن 21 واحده. يعني 20 واحده 21 واحده بصراحه مش فاكره. بس كده انا بسجل لكم الفيديو ده يعني اول يوم رمضان الصبح بقى كده. بس وان شاء الله بقى باذن الله قولوا لي بقى كده في التعليقات عايزين الفيديوهات، شجعوني بالله عليكم. عايزين الفيديوهات كده تنزل على امتى؟ بالنهار بالليل؟ يعني الفيديو ده على ما يخلص كده معايا هنزله بالليل وهشوف مرتاحين في الميعاد اللي انا هنزله فيه ده على مثلا على الساعه 8. تقولوا لي بقى في التعليقات بالله عليكم كده، وعايزه التفاعل اكتر شويه. انا بقى المكنه ربطها على ايه؟ انا ديت البلانشه كده قديمه عندي، حطيتها عشان تثبت لي بس الايه المكنه، وربطتها في الرخامه بتاعه المطبخ، فاتحه الضلفه بتاعه المطبخ كده وربطها من تحت كده. في مره تانية هبقى اوريلكم برده طريقه ربطها عشان لو حد عنده حاجه وعايز يستعملها. طلعت بقى يا حبايبي على الفرن فوق. اللهم صل على النبي. دي صينيه ستانلس برده. انا عندي يا حبايبي عاملاها على صينيه ستانلس. ليه؟ عشان انا بشوي سمك على الصاجه دي، فالصاجه بقى مطلعه صدى وقشر سمك وحاجات زي كده مهما نضفتها بيكون فيه. فانا عايزه الكماج بتاعي يبقى نظيف كده. بدخل الصينيه تسخن حلو جدا وارص عليها 3 وحدات ب3 وحدات. شايفين بقى الكماجة عاملة ازاي؟ تحفة. طب انت ما صورتش معانا السحور ليه؟ للأسف انا نسيت. دي حاجة. والحاجة التانية انا عندي البنات هم اللي بيجهزوا السحور. يعني انا عليا طول النهار بشغل الفطار بالمواعين بعد الفطار والكلام من ده كله، لان زي ما انتم عارفين بقى انا عندي ثانويه عامه وجامعه طول النهار بيبقوا بره، انما السحور بيبقى عليهم. يعني فانا يعني مسايبه لهم مسؤوليه السحور دي، ونسيت اصور شكل السحور وهو محطوط على السفره، فبعتذر يعني. هكيس بقى الكماج بتاعي ده، دفى بقى شويه، يعني هو ما بردش تماما ومش سخن برضو عشان خاطر ما يعجنش. ده في كده حاجه بسيطه. حطيت بقى كده في كيسين، واللي يعني اللي تسحروا بيتسحروا بيه. انا ما بتسحرش بعيش، يعني لو خدت باخد ربع واحده من اللي انتوا شايفينها دي. وبعدين اقوم رايحه بقى مكيساه كده في اكياس واقوم حطها في التلاجة. تاني يوم اللي هيفيض معايا بقى لتاني يوم اطلعه بقى ايه بعد الفطار كده، اقوم حطاه على الرخامه. في الجو ده بيفك وبيبقى زي الفل وبيبقى زي الطازه بالظبط.
فانا عامله حسابي باذن الله ان انا اعمل مثلا كل يومين كل 3 ايام على حسب يعني الظروف والوقت وكده. بس صدقوني والله العيش ده في البيت خير. طيب ما عندكش فرن زي اللي انا خبزت عليه فوق ده، في فرن البوتاجاز لو فرن كويس، مش عايزه فرن البوتاجاز على الطاسه بتاعت انا كنت ايام القناه القديمه والله كنت بعمله على الطاسه، على الطاسه على البوتاجاز من فوق، طاسه حلوه كده. وده الفيديو بتاعي، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم